بشكل سليم وجميل، ومرة أخرى وحكم المباراة يعطي الفرصة للنصر. النصر الآن هاجم والكرة موجودة وعندنا ضربة ركنية. الذي ارتكب الخطأ وهو عمر الغامدي، ولاحظ هنا المدرب والتر زينجا الذي ربما كان، ولاحظ الخطأ وفي انذار آخر، وفوساتي يبدو ليس راضيا عن الصفقة النصراوية الجديدة وعالية وللأمام، وهذه كرة خطيرة موجودة، لكن الحارس السعودي الأول وليد عبد الله كبيرة وجميلة، ونأمل أن تكون عامرة بالأهداف وأن لا تشد لهذا العام، وهي أن كل المباريات يجب أن تسجل فيها أهداف. وعبد الرحمن العمري هنا يشير إلى في دوري كرة قدم طويل، ولأول مرة أيضا دوري كرة القدم السعودي. هذه خطيرة جدا موجودة أمام المرمى. عبد الله العنزي هذه الصورة تحولت إلى الأسطى بعد ذلك، ومن الأسطى عبد الله الأسطى جدا. حالة خاصة جماهير النصر، حالة خاصة جدا جماهير النصر. يعني الفريق منافس، الفريق متراجع، الفريق لا يحرز بطولات، ولكنك من النادر أن تشاهد جماهير كجماهير النصر. ضربة ركنية ولدينا ترقب في المدرجات، ربما بانتظار القادم الأجمل، القادم الأجمل. حتى في الجهة الأخرى فيها مرور، يا سلام، وفيها اللقطة الفنية التي تطرب الجمهور في المدرجات. طبعا الجمهور تتسلل، وبعد ذلك الكل عاد للمكان الحاضر في لاعبي فريق نادي الشباب في الكرات الماضية. هذه يعني الماضية تحديدا، ولاحظ ما الذي حدث هنا. يحدث ما نشاهد هكذا، وأن نستمتع أكثر فأكثر في هذه الجولة الرابعة، الجولة التي أيضا فيها اليوم حقيقة مباراة القادسية والتعاون. ولاحظ هنا أيضا المدرب السيد والتر زينجا في مباراة فريق الأخيرة أمام الاتفاق يتقدم الآن، ولكن ضربة جزاء، ضربة جزاء. الله العنزي كان له رأيا مخالفا تماما، وقد تنفست جماهير النصر الكبير السعداء بضياع ضربة جزاء الماضية، والفضل في ذلك لحارس المرمى عبد الله العنزي. يا لها من جماهير غفيرة محبة عاشقة لفارس نجيب. شايف هذه الكرة، وعبد الله العنزي يقرأ لعبة ويقرأ أفكار ناصر الشمراني قراءة ممتازة تماما إبعاد الكرات الماضية. وفيصل بن تركي يتنفس الصعداء مع جماهير النصر، ووالتر زينجا الآن في حالة من الغضب الواضح في المباراة في الشوط الأول. 27 دقيقة مرت وعدت على زمن الشوط الأول. طبعا اشتراك موجود، وأحمد الدوخي يعدون الهلالية والنصراوية، يعدون الأيام يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. وكرة كانت خطيرة ولا زالت خطيرة جدا أيضا كذلك، والكرة تبعد الآن. النصر والشباب، شوف ضربة الجزاء الضائعة، ضربة الجزاء الضائعة، وكأن المخرج هنا يعيد لنا أن هناك تقدم من لاعبي النصر. والله لو عاد عبد الرحمن العمري يعني عبد الرحمن العمري والتحكيم السعودي وما يحدث وما الذي سيحدث. طبعا هنا محاولة موجودة وكرة خطيرة ملعوبة الآن. ما الذي سيحدث طبعا في الأيام القادمة، في الجولات القادمة. تبدو كذلك موجودة لعبة سليمة وجميلة بالفعل من عبدو برناوي جانب محمد عيد. عادت الآن للقحطاني، والتسديدة موجودة قوية جدا لكن بعيدة في الكرات الماضية من عبد الرحمن القحطاني. بالقدم اليسرى كرة قوية في مكان جيد. هذه كرة موجودة الآن من جانب عبد الله الشهيل وناصر الشمراني، خذوا هات، والكرة من عبد الله الشهيل، وكرة مقطوعة من مدافعي فريق نادي النصر. سعد الحارث، النصر الذي عسكر في إيطاليا لأنه مدرب إيطالي ويعرف المدن ويعرف. اخوان اوليفيرا اللاعب الذي لم يقدم الكثير حتى الآن، وهذه كرة خطيرة موجودة، والمدافع النصراوي في لحظة مثالية تماما. مدافع نادي النصر أبعد الكرة الماضية. الكرة كانت سليمة من زيد المولد، والراسية من محمد عيد، ولو